السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. الفيديو السابق كان مربى المندرين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير مربى البرتقال اللي هو الليمون. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير وندوزو باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا ان شاء الله في التقشير ديال الليمون. عندي 4 كيلو ديال البرتقال اللي هو الليمون. كيف ما كيبان لكم عندي كميه كثيره تبارك الله ديال الليمون، ولكن انا غادي نشارك معكم غير 4 كيلو هي بالضبط. انا عبرتها وهي اللي غادي ان شاء الله نحضر بها المربى. كيف ما كتشوفوا كنقيو الليمون، نحاولوا نتخلصوا من ديك القشره اللي كتكون بيضة، كتكون ما بين اللب وما بين القشره الخارجيه، نحيدوها لانها كتطلق المروره. سواء كنا غنحضروا العصير او لا غادي نحضروا المربى نحاولوا نتخلصوا منها حتى العظومه اللي كيكونوا لداخل. يعني باش كنقيو الليمونه كنحاولوا نقطعوها من الداخل مزيان باش الا كانوا العظومه كنحيدوهم. بالنسبه لهاد الليمون اللي عندي انا ما فيهش عظومه، يعني هاد الكميه ديال 4 كيلو كلها يمكن لقيت واحد عظم واحد. ولكن كاين الليمون كيكونوا فيه عظمه بزاف نحاولوا نقلبوا عليهم ونحيدوهم ونتخلصوا منهم. هكا نقسموا الليمون من الداخل، نقسموه هكا على جوج ولا على ثلاثة باش هكا كيبان لنا واش كاينه العظومه لداخل. صافي كنحاولوا نحيدوا حتى دوك الخويطات اللي كيكونوا في قلب الليمونه، وكنستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. انا تعمدت يعني الطريقه ديال التقشير كلشي كيعرف يقشر وينقي الليمون وهكا، ولكن كاين الناس اللي مبتدئات اللي ما عمرهم ما حضروا البرتقال. يعني لا باس انني نوريهم طريقه كيفاش كنقيو، يعني كيفاش كنحيدوا القشره البيضاء. يعني مهم جدا بالنسبه لليمون، بالنسبه عفوا المربى انكم تحيدوا هاد القشره البيضاء، لان لا خليتوها غادي يجيكم المربى فيه المذاق ديال المرورة. عوض ما يجي فيه المذاق ديال الليمون او النكهه ديال الليمون كيجي فيه المذاق ديال المرورة. الان انا كملت الكميه اللي عندي كامله. غادي نضيف القشور ديال الليمون، ولكن وحنا كناخذوا عاود القشور كناخذوا غير هذيك القشره اللي اللون ديالها كيكون برتقالي هي اللي كناخذها. يعني نحاولوا ما نهزوش معها القشره البيضاء اللي كتكون تحت منها. نفس الشيء لانها غادي تطلق المروره. بالنسبه للكميه اللي استعملت ديال القشره ديال البرتقال، قشره ديال برتقاله وحده. يعني كتاخذوا برتقاله وكتحيدوا لها القشره ديالها كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نضيف حامضه. الا كان عندكم الحامض صغير ضيفوا جوج حامضات، يكون الحجم ديالهم صغير اولا متوسط، جوج حامضات. انا استعملت حامضه كبيره بنفس الطريقه حتى هي كنقيوها وكنتخلصوا من ديك القشره البيضاء، لان حتى هي كتطلق المروره. حتى بالنسبه للحامض راه كتطلق المروره. بالنسبه الناس اللي كيحضروا حتى العصير ديال الحامض وكيجيهم المذاق ديالو مر، كتكون هاد القشره البيضاء هي السبب. غادي نقيها حتى هي. كتعرفوا الحامض كيكون عامر بالعظومه، غادي نحيد ديك العظيمات حتى ديك القشره اللي كتكون لداخل شويه قاصحه حتى هي غادي نحيدها. بالنسبه للسكر، كل كيلو كنستعملوا له نص كيلو ديال السكر. يعني كل كيلو ديال الليمون كنستعملوا نص كيلو ديال السكر في العاده، ولكن بالنسبه لي انا ما غاديش نستعمل هذا القياس. دائما كنقص السكر لاني ما كنبغيش المذاق ديال السكر يجي باين. يعني كنبغي المربى يكون فيه المذاق ديال مثلا المربى ديال الليمون يكون فيه المذاق ديال الليمون، يعني ماشي ما يكونش فيه المذاق ديال السكر. غادي ناخذ طنجره كنوضع فيها الليمون اللي قطعت، ومن بعد غادي نضيف السكر كيلو و600 غرام. يعني 4 كيلو ديال الليمون كنضيف لهم كيلو و600 غرام ديال سنيده، لان الليمون اللي استعملت راه ماشي حامض بزاف، يعني ليمون حلو. كيلو 600 كان كافي وجا المذاق ديالو زوين بزاف رائع، يعني محلوش وفي نفس الوقت فيه المذاق ديال الليمون. كنوضعو كنخليه غير واحد 10 دقائق حتى كتذوب ديك السنيده، ومن بعد كنوضعو يطيب على عافيه تكون متوسطه في الاول.
كيف ما كتشوفوا راه ما كنضيفش الماء، ما ضفتش حتى نقطه ديال الماء. هاد الماء اللي كتشوفوا غير العصير ديال الليمون. بالنسبه للطنجره ضروري تكون ثقيله، يعني دائما الطنجره تختاروا الطنجره اللي غتحضروا فيها اي مربى، اي نوع من انواع الفواكه غادي تحضروا بها المربى. خذوا طنجره تكون ثقيله، لان مع السكر والعافيه باش ما تحرق لكمش بسرعه، يعني واخا تسهاو عليه ما يتحرقش. تكون الطنجره ثقيله. كيف ما كيبان لكم المربى بدا كيتبدل اللون ديالو، الدليل على انه راه طاب. غادي نطحنوه غير شويه. الا توفرت عندكم ديك الطحانه اليدويه ديال المطيشه غطحنوه غير فيها، يعني تحاولوا ما امكن باش ما تطحنوش المربى حتى يولي خفيف بزاف. يعني من الاحسن يبقاو فيه الطريفات ديال الليمون. كيف ما كتشوفوا انا غادي نطحن غير واحد شويه، غير ديك القشره اللي استعملت ديال الليمون وحتى ديك القشور ديال الحامض كيبقاو شويه قاصحين، هما اللي غادي نطحنهم صافي. وكنرجعوا يطيب من جديد على عافيه اللي تكون مهيله. في هذه المرحله نحاولوا ملي كنشوفوا المربى بدا كيطيب نحاولوا نقصوا العافيه مزيان باش ما كيتحرقش، وكنحركوه كل مره. ومن الاحسن نخليوه هكا بلا غطاء، نخليوه عريان يطيب باش كياخذ واحد اللون اللي زوين. كيف ما كتشوفوا راه طاب. الدليل على انه طاب كنبداو كناخذوا شي ملعقه خشبيه، وكان كتشوفوا ان المربى كيبدا بحال اللي كيلصق شويه. كيف ما كتشوفوا بدا كيلصق في القاع ديال الطنجره، والجناب ديالو بداو كيتعسلوا كياخذ واحد اللون زوين. كناخذوا واحد جوج معالق نديروهم في شي طبيخير ونخليوه يبرد، وكنشوفوا الا كان باقي خفيف كنخليوه يزيد يطيب. كان القوام ديالو هو هذاك صافي كنحبسو مباشره وهو سخون. كنوضعوه في القريعات ديال الزاج، يعني نحاولوا ما امكن نستعملوا المربى في قرعي ديال الزاج. وكنخويوه وهو سخون، يعني مباشره من العافيه للقريعات. ونردوا البال لان كيكون سخون بزاف، ردوا البال باش ما يحرقناش. وكل قرعه عمرتها بالمربى كنسدوها مزيان وكنقلبوها على الغطايه ديالها. يعني انا سبق وشاركت معكم الطريقه كيفاش كنعقموا القرع الدجاج. كنوضعوهم في الطنجره اللي فيها الماء غليان، وكنخليوهم يطيبوا واحد 10 دقائق. من بعد كنحيدوهم وكنمسحوهم مزيان وكنخليوهم غير في الهواء، ولا كان الوقت كنحاولوا نخليهم غير في الهواء هكا ينشفوا مزيان مزيان. عاد كنوضعوا فيهم المربى وكنسدوا القرعه مزيان وكنقلبوها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، وكنخليو القراعي مقلوبين حتى كيبردوا تماما. يعني نتاكدوا بانهم بردوا، عاد كنحطوهم بطريقه عاديه. المربى كيبقى عندكم المده تاع عام وما يتخسرش بهذه الطريقه. يعني لا تبعتوا هاد النصائح اللي عطيتكم. القراعي يكونوا معقمين من قبل، يكونوا ممسوحين مزيان، ما فيهمش الماء نهائيا، حتى الرطوبه ما تكونش فيهم. وكنوضعوا فيهم المربى وهو ساخن مباشره من العافيه، وكنسدوهم وكنقلبوهم بهذه الطريقه. راه كيبقى المربى عندكم حتى عام وما يتخسرش. يعني فوق ما بغيتوه كتجبدوه. باش كتبغيو تحلوا القرعه راه ما كتبغيش تحل، يعني كتولي مسدوده مزيان. هذا هو المربى اللي حضرت معاكم. كيف ما كتشوفوا كيجي المذاق ديالو رائع رائع. كنتمنى تجربوه وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش كتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبصحه وراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.